يا مساء الفل عليكم، انا ساره ودي حلقه جديده من بودكاست محدش قال لنا كده. رجعنا تاني للشنط والكشاكيل والصحيان بدري، انه الباك تو سكول يا جماعه. بس تصدقوا المدرسه كمان طلعت مليانه خرافات من الطلبه وخرافات من الاهل ومن المدرسين. فعلى سبيل المثال للحصر هنتكلم النهارده عن شويه خرافات بتحصل من زمان ودلوقتي زادت عليها حاجات اكتر. حلقتنا النهارده اسمها جرس المدرسه، فيلا بينا نشوف سوا الكلام على ايه. اول خرافه معانا طالعه من الاهل، وبتبقى اول يوم دراسي وبتقولك لازم تقعد في اول ديسك عشان تبقى شاطر. طب يعني اللي قاعد ورا ده يا مدام مش شاطر؟ طب ما يقعد في البيت بقى احسن وبلاها تعليم، مش كده يعني؟ الديسكات دي معموله عشان الفروق الفرديه، مش عشان الشاطر والبليد. مفيش حاجه اصلا اسمها شاطر وبليد. في واحد طويل فبيقعد ورا عشان زمايله القصيرين يشوفوا، وفي حد نظره ضعيف فبيقعد قدام علشان عينه ما تتعبش زياده. وتاني خرافة برضو طالعة من الأهل، وهي إني أخلي ابني أناني ما بيحبش يدي حاجة لحد. نقول له حط حاجتك في شنطتك، واللي يطلب منك حاجة قول له ماليش دعوة. لا، احنا لازم نعلم ولادنا العطاء. نديهم مثلا قلم زيادة لو حد احتاج، نديهم سندوتش زيادة عشان لو حد جعان ومش معاه. وتالت خرافة برضو طالعة من الأهل دول بيعملوا مشاكل أكتر من العيال يا صاحبي والله. هي خرافة اللي يضربك اضربه، او اصلا ما تعملوش حاجه وروح بس قول للميس وخلاص. طب انا كده يا اما هطلعه بلطجي يا اما هطلعه جبان مش بيعرف يدافع عن نفسه. طب ما الاولى ان انا اعلمه ان هو يدافع عن نفسه ويصد ويشكم اللي يقرب منه. اصلا ما ينفعش ابدا المدرسه تتحول لحلبة مصارعه يعني. ورابع خرافه بقى هي اني كولي امر افضل اتريق واضحك على زمايل ولادي واقول لهم بصوا ده عامل ازاي، شعره عامل ازاي، وجسمه عامل كده ليه، وهدومه وحشه ليه، ده مش حافظ حاجة، ده كمان بيقرأ غلط. دي المدرسة طول ما هي قاعدة بتتريق عليه وبتقول ان هو مش نافع في حاجة خالص. طب انت عارف يا عزيزي انت بتعمل ايه في ولادك ولا ما تعرفش؟ انت كده بتطلعهم متنمرين درجة اولى. وبرضو ما ينفعش نقول لهم ما تكلمش غير فلان ونتحكم فيهم وفي زمايلهم. هو ممكن يبقى فيه زميل جديد مثلا ما يعرفش حد خجول، ليه ما نسلمش عليه؟ ليه ما نعلمهمش ونساعدهم ان هم يعملوا صداقات جديدة؟ ممكن الزميل الجديد ده يطلع مش كويس، عادي، لازم يتعلموا وياخدوا تجارب لوحدهم، ما هو ده عالمهم الجديد اللي برا البيت. خامس خرافة بقى هي انك لازم تطلع الاول على الكلاس او المدرسة، مش هتفرق يعني. ولو ما عملتش كده تبقى انت فاشل. ما انت مش هتبقى كويس غير لو طلعت مهندس او دكتور، لا مفر. ولازم نقفل قوي على العيال، لا تلفزيون ولا تليفون ولا اي نشاط ترفيهي خالص. ما هي الدراسة بدأت، مش كده يا جماعة؟ ما هي كل حاجة ليها ليميت. انت لو قفلت على ابنك هيعاند معاك وتفكيره هيروح كله ناحية الحاجات اللي انت شلتها منه وسيبتها له غصب عنه، وهيكره المدرسة ودروسه والمدرسين بسبب الضغط اللي انت حطيته فيه. وسادس خرافة معانا تخص المدرسين الأفاضل. عايزة اعرف يعني ايه يبقى لسانك وحش وايدك طويلة على الطلبة عشان دي الطريقة اللي تبقى بتوصل بيها المعلومة؟ ويعني ايه تصنف الطلبة على ان هم شاطرين او لا عشان بس ياخدوا معاك درس؟ وليه تصعبها على العيال وتحط امتحان يجيب اجلهم؟ انت كمدرس لازم تبقى عارف ان مش كل الطلبة بتستقبل المعلومات بنفس الطريقة، ولازم تراعي الفروق الفردية بين الطلبة عشان تقدر تستوعبهم ويحبوك. وسبع خرافة بقى انا ركنها للاخر عشان جابت لي هبل في دماغي من اللي بشوفه. السوشيال ميديا كلها مقلوبة دلوقتي وصفات لللانش بوكس. في ايه يا جماعة؟ ما تتقوا الله، انتوا اوفر كده ليه؟ فين ايام سندوتش الجبنه وسندوتش البيض؟ واوقات كان بيبقى فيه سندوتش مربى، وكمان كنا بنحطهم في كيس بلاستيك من اكياس الثلاجه دي، مش لانش بوكس. انا عايزه اقول لك على التقيله ان بقى كمان في لانش باج بيتحط فيها لانش بوكس، انت متخيل؟ المهم نرجع لموضوعنا. عايزه افهم برضو يعني ايه ناجتس وسوسيس بنحطهم في لانش بوكس المدرسه؟ انتوا بتدوا الاكل للعيال علشان يديهم طاقة ويفوقهم، ولا بتدوهم حاجة تكبس على نفسهم وتخليهم متيسين طول اليوم؟ اصلا كمان الكلام ده مش صحي وما ينفعش، ولازم ناخد بالنا ان في ناس ممكن ما تقدرش تدي ولادها الحاجات دي، فلازم نراعي حاجة زي كده. وبأكلهم يا جماعة في البيت اللي انتوا عايزينه في اطار الصحة طبعا. وفي الاخر انا عايزة اقول لكم ان المدرسة هي المكان اللي بيشكل شخصية ولادنا بنسبة كبيرة، فلازم نحاول على قد ما نقدر اننا نهيئ الجو ده ونديها حقها ونبطل نحط فيها خرافات تضيع من قيمتها. ولازم نفهم ان معاملة الطالب وسلوكه مع زمايله بيدل على البيت اللي جاي منه. فيا عزيزتي الام،
شوفي عايزة شكلك يبقى عامل ازاي في جروب المامز، عشان ده اللي ابنك بيصدره كل يوم. ومن هنا للحلقة الجاية، يا رب تكونوا في نشاط وحيوية وصحة، ويقدركم يا رب على مجايب السبلايز ومهرجان العودة للمدرسة.